من أول لحظة بنشوف فيها رومي على المسرح الكل شايف ملاك، بس ولا حد يعرف إن ورا النور ده في ظلام كبير. رومي مش مجرد مغنية بصوت بيهز القلوب، دي بنت بتحارب سر في دمها بيخليها بين عالمين، عالم البشر وعالم الشياطين. بس السؤال الحقيقي مش هي إزاي بقت كده، السؤال هو مين اللي خلاها كده؟ لأن اللي هنكشفه النهاردة هيغير الطريقة اللي كلنا بنبص بيها على رومي للأبد. ده مش مجرد حزن، ده لعنة متغلفة بالموسيقى. قبل ما نبدأ في الفيديو دوس لايك واشترك في القناة علشان يوصلك كل جديد عن كي بوب ديمون هانترز. سيبولي كود اللون بتاع البطلة المفضلة عندكم. لو بتحب رومي حط قلب بنفسجي، لو بتشوف ميرا الأقوى حط قلب أحمر، لو قلبك مع زوي حط قلب أصفر. خلينا نشوف أي لون هيسيطر في الكومنتات النهاردة. رومي كانت طفلة عادية، أو على الأقل كانت بتحاول تكون كده. كانت بتضحك، بتغني، وبتجري وسط الحقول الصغيرة اللي حوالين بيتها. بس اللي محدش كان شايفه إن في حاجة كانت بتتحرك جواها من زمان. في يوم وهي صغيرة كانت بتغني قدام المراية، صوتها كان جميل لدرجة إن الطيور وقفت على الشباك تسمعها. بس فجأة المراية اتشققت، زي ما تكون الصرخة اللي طلعت منها كسرت الدنيا. ولما بصت في الإزاز شافت على إيدها خطوط سودة صغيرة زي حروق. أول مرة تشوف العلامات الشيطانية. جريت رومي على أمها تبكي، بس أمها ما قالتش كلمة. كل اللي عملته إنها حضنتها وقالت لها ما تخافيش يا حبيبتي، الصوت اللي جواكي نعمة مش لعنة. بس اللي رومي ما كانتش تعرف وقتها إن أمها نفسها كانت عارفة الحقيقة، إن الصوت ده جاي من النصف التاني من دمها، النص اللي بيتكلم لغة الشياطين. وفي الليلة دي بالذات أبوها اختفى، ولا حد عرف هو راح فين ولا ليه. بس كل الناس في القرية كانوا بيقولوا إنهم شافوه آخر مرة عند البوابة القديمة اللي بيتقال إنها مدخل للعالم السفلي. ومن اليوم ده رومي بدأت تحلم أصوات فريدة تنادي اسمها كل ليلة، أصوات بتقول لها غني يا رومي، العالم محتاج يسمعنا. ومن هنا بدأت اللعنة تتحرك فعلا. من أول لحظة سيلين شافت فيها رومي كان واضح إن في حاجة مختلفة فيها، مش مجرد بنت موهوبة بصوت خرافي، لكن حاجة أعمق، حاجة مرعبة ومألوفة في نفس الوقت. سيلين كانت وقتها بتدور على الجيل الجديد من الهانتريكس، 3 بنات يحملوا أصوات النور ضد ظلام الشياطين. بس لما سمعت صوت رومي لأول مرة سكتت، مش انبهار، لأ خوف. في صوت رومي كان في نغمة ما تتسمعش بسهولة، ذبذبة غريبة تخلي الهوا يتقل، كأن العالم نفسه بيحاول يتنفس معاها. ولما سألتها مين علمك تغني كده، ردت رومي بهدوء محدش، الصوت هو اللي بيغني منه. الرد ده كان كفاية يخلي سيلين تتأكد إن اللعنة لسه ما نتتش. اللعنة اللي كانت تعرفها زمان جدا، واللي راحت ضحيتها صديقة قديمة كانت مقربة منها، وهي نفسها أم رومي. الصدمة إن سيلين كانت بتخفي الحقيقة من الكل، ما قالتش للرومي إنها السبب اللي خلى أمها تختفي، لأن من سنين طويلة لما بدأت الشياطين تنتشر كانت أم رومي واحدة من أعظم الصيادين، لكنها وقعت في حب الشيطان. وسيلين وهي المعلمة والقدوة اضطرت تنهي كل حاجة بإيدها. من يومها سيلين عاشت بذنبها، ولما شافت رومي شافت الفرصة للتكفير، فرصة تحمي البنت اللي دمها نصفه نور ونصفه نار. لكن بدل ما تقولها الحقيقة فضلت تكذب وتخبي كل حاجة ورا ابتسامة هادية. واللي ما تعرفوش روني لحد النهاردة إن سيلين ما اختارتهاش صدفة، هي اختارتها لأنها آخر فرصة لمنع اللعنة من التمرد من جديد. عمرك سألت نفسك إيه اللي حصل فعلا لأم رومي؟ الفيلم كان المفروض يكون أطول من كده بكتير، بس اتقصى منه مشاهد مهمة جدا. واحدة من المشاهد دي كانت بتورينا رومي وهي بتزور قبر أمها، والمشهد ده لو كانت عضد كان هيغير كل حاجة عرفناها عنها. رومي بتقف قدام القبر صامتة، لكن في دماغها الذكريات بدأت ترجع واحدة واحدة، ضحكتها، حضن أمها، وسيلين اللي كانت دايماً قريبة منهم. بس المفاجأة اللي محدش كان يتخيلها، سيلين هي اللي قتلت أم رومي عن طريق الغلط. أيوة، ده اتأكد من رسام الستوري بورد نفسه. في مشهد محذوف سيلين كانت بتبكي بهدوء قدام القبر، بتحاول تخفي وجع الذنب اللي مش قادرة تنساه. ورومي ما كانتش تعرف حتى إن ده قبر أمها الحقيقي. وسيلين بتحاول تخفف عنها، بتوعدها تقول لها هنروح متحف الدباديب بعد كده يا رومي، أوعدك، كأنها بتحاول تعوضها عن حاجة كبيرة جدا. وبعد كده المشهد بيرجع للوقت الحاضر،
ورومي قاعدة عند نفس القبر مكسورة، مش فاهمة ليه بتحس إن المكان ده بيكسر قلبها كل مرة تشوفه. بس لو جمعنا الأدلة هنلاقي الصورة بتوضح أكتر. سيلين غالباً كانت بتحاول تقتل والد رومي بعد ما اكتشفت إنه شيطان، لكن أم رومي اتدخلت تحميه، وفي لحظة فوضى وضياع السيف جرح الشخص الغلط. وفي لحظاتها الأخيرة أم رومي بصت لسيلين وقالت لها خلي بالك منها، ما تسيبهاش لوحدها. ومن وقتها سيلين شالت الذنب ده على كتفها وربت رومي كأنها بنتها، مش بس عشان بتحبها لكن عشان بتحاول تكفر عن ذنبها اللي مستحيل يتغفر. يمكن التفاصيل دي نعرفها أكتر في الجزء الثاني، بس المؤكد إن العلاقة بين رومي وسيلين عمرها ما كانت مجرد مدربة وتلميذتها، دي كانت حكاية غفران وندم وحب اتولد من جريمة. لو ركزت في تصرفات رومي وسيلين في الفيلم هتلاحظ إن في دايماً توتر خفيف بينهم، مش توتر كراهية لكن توتر خوف من حقيقة لسه ما اتقالتش. في كل مرة رومي بتسألها عن والديها سيلين يا إما تغير الموضوع يا إما تقول لها الجملة اللي بتتكرر دايماً، في حاجات يا رومي الأحسن تفضلي مش عارفاها. المشهد اللي فعلاً بيكشف ده هو لما رومي كانت بتتدرب بصوتها وسيلين فجأة صرخت فيها توقف، وصوتها كان مرعوب مش غاضب. في اللحظة دي وشها اتغير كأنها شافت شبح، وده لأن اللحن اللي كانت بتغنيه هو نفس اللحن اللي اتقال في لحظة موت أمها، اللي كان المفروض يطرد شيطان لكنه راح خبط في الإنسان الغلط. ورومي من غير ما تعرف كانت بتعيد التاريخ تاني، صوتها هو نفس صوت أمها، والأغنية اللي كانت بتحاول بيها تنقذ العالم هي نفس الأغنية اللي خدت حياة أمها. في مشهد تاني لما رومي بتتكلم عن اللي رباها بتقول إنها دايماً بتحس إن سيلين بتحبها بطريقة فيها وجع. الكلمة دي مش صدفة، ده إحساس بنت بتعيش مع شخص بيحبها جداً بس كل مرة يبصلها بيشوف الغلط اللي عمله زمان. وأكتر لحظة بتأكد الشك ده هي في نهاية الفيلم لما سيلين بتفضل تبص على رومي من بعيد، مش بتدخل تحارب معاهم في المعركة الأخيرة، كأنها شايفة إن خلاص دي معركتها لوحدها وهي مش من حقها تساعد بعد اللي عملته. نظرتها كانت مليانة ذنب مش فخر، وده أقوى دليل على إن سيلين عارفة إنها السبب في الألم اللي عايشة فيه رومي النهاردة. من أول مشهد بيتكلم عن رومي وأمها كل حاجة كانت غامضة أكتر من اللازم. نعرف إن أمها ماتت وإن سيلين هي اللي ربتها، بس الفيلم عمره ما قال لنا إزاي ماتت الأم بالظبط. وفي النهاية هل النظرية دي حقيقة؟ محدش يعرف، يمكن تكون صح ويمكن لأ. بس لو كانت صح ده معناها إن سيلين مش مجرد قائدة، دي أم قاتلة بتحاول تمسح خطاياها بصوت بنتها. انتوا ايه رأيكم؟ اكتبولي في الكومنتات النظرية اللي شايفينها أقرب للحقيقة، وما تنسوش تدعمونا بلايك وتشتركوا في القناة علشان نستمر نكشف الأسرار اللي محدش بيتكلم عنها في عالم كي بوب ديمون هانترز.